في القرن ال 16 الاسبان كانوا بيكتشفوا العالم، ومن ضمن الحاجات اللي جابوها من الامريكتين معاهم كانت الطماطم. المكسيكيين كانوا بيزرعوها عادي وكانوا بيستخدموها في اكلهم، وكانوا بيسموها توميتول، ويمكن من هنا جت التسميه. تبدا المشكله لما الطماطم بتخش اوروبا. طبعا اول ناس استخدموها كانوا النبلاء والاغنياء، بس كان في حاجه غريبه، كان كل لما حد ياكل منها كان بيموت بعد فتره قصيره، فتطلع اشاعه ان الطماطم ثمره ملعونه ومصدرها الشيطان نفسه. طب يا جماعه مش ممكن يكون في سبب علمي؟ بقول لك انا شايف الشيطان وهو بيزرعها بنفسه، عارف، شالتني بقوتها الخارقه ورمتني زي العروسه. لكن الحقيقه ان كان في سبب علمي وابسط من كده بكتير. النبلاء والاغنياء كان اكلهم بيتحط في اطباق مصنوعه من الرصاص. وده علاقته ايه بالثمره الشريره؟ والطماطم بطبيعتها حمضيه وحمضيتها عاليه، ولما كانت بتتحط في اطباق مصنوعه من الرصاص كانت بتدوب الرصاص في الاكل، والتفاعل ده كان بيموت النبلاء من التسمم اللي بيحصل في الرصاص، مش بسبب الطماطم نفسها. غير كده كان في سبب علمي تاني يخلي الاوروبيين يخافوا من الطماطم، لان هي كانت من نفس عيله ثمره اسمها البلادونه السامه، وبلادونه نبات سام جدا كانوا بيستخدموه في صنع السموم زمان. فالاوروبيين شافوا ان الطماطم شبه البلادونه، فده زود خوفهم منها اكتر. حتى العلماء وقتها كانوا محتارين، في ناس قالوا الطماطم مفيده، وفي ناس قالوا الطماطم مضره، وناس قالت مجنونه يا قوطه. في الاول كمان